السلام عليكم بنات، صباحكم مبروك. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم واحد الطبق ديال الكفته والقتبان ديال الكفته ولا دند ومرافق بالخضره ومجموعه، يعني منوع مزيان. هنايا بالنسبه للتتبيله ديال لادند عندي البيبي مقطع مربعات، وعندي بصيله صغيره مقطعه، وعندي القزبر والمعنوس حتى هو مقطع صافي. وبالنسبه للتوابل الاخرين عندي الهريسه، كندير واحد المعلقه الهريسه على حسب الذوق ها هي، وكندير واحد شويه ديال صوص الصوجا، موطارد، عندي تومه غبره، وعندي الخل، وعندي هنايا كاس مخلط، نص كاس ولا كاس لارو مخلط بين زيت العود والزيت النباتيه. كنضيف واحد شويه ديال بودره الثوم، يعني عينينا ميزاننا على حسب، ومن الاحسن الا درنا بودره الثوم على الثوم العادي الطري صافي. ومن بعد كناخذ معلقه وكندير داك لا موطارد، وقبل كندير بعدا الخل، كندير واحد ربع كاس ديال الخل، كيجيبهم فتيين وكيجي فيهم واحد النكهه زوينه صافي. هنايا كندير معلقه كبيره ديال صوص الصوجا. هنايا ما كتعمرش ليا انا المعلقه مزيان، داك كتبيش تخوى دغيا. المهم درت معلقه كبيره، وكندير هنايا 2 معالق ديال الموطارد اولا 2 معالق ونص، كيعطيهم حتى واحد النكهه زوينه بزاف البنات. يعني تتبيله سهله كلشي تقريبا عارفها، غير المهم حبيت نشارك معكم هذا الفيديو. وكندير الهريسه كيف قلت لكم على حسب الذوق صافي. هنايا تنبدا في التوابل. عندي هنايا التحميره، انا صراحه البنات ما يمكنش نقول لكم الكميه محدوده ديال التوابل، كندير عينيه ميزانيه على حسب الكميه اللي عندي ديال القزبر. وبالنسبه لكم حتى نتوما يعني كلشي، انا درت هنايا كيلو ديال بيبي مقطع، درت عليه هاد التوابل. مثلا تقريبا تندير 2 معالق صغار ديال التحميره، 2 معالق صغار ديال الكمون، 2 معالق صغار ديال الخرقوم. وكندير مليحه، كندير غير شويه في الاخر لانه عندي الصوجا مالحه، عندي الموطارد مالح، يعني كلشي عندي مالح. كندير غير القياس ولا ما كنديرهاش حتى كندوقو صافي. وهنايا كندير واحد 2 معالق صغار ديال القزبر اليابس، حتى هو كيجي زوين بزاف. هانتوما كما كتشوفوا كندير واحد 2 معالق صغار ديال الابزار، يعني كاع التوابل الا سكينجبير. انا سكينجبير هو اللي ما كنديرش فيهم صافي. دابا كنحرك مزيان، غادي نخلطهم كيف ما شفتوا. المليحه كندير غير شويه صافي، غنحركهم مزيان، غنخلطهم. كتجي التتبيله بنينه، جربوها يا البنات ما تندموش عليها صافي. كنخلط مزيان وكنغطيهم بالسلوفان ونخليهم واحد ساعه المكانه اولا ليله كامله، يعني على حسب. وكنعمرهم في القتبان. انا هنايا خليتهم واحد ساعه حتى شربوا القوام ديالهم مزيان. من بعد درتهم في البروشيط ديال العود وخليتهم، درتهم في واحد البلاطو وغطيتهم من الفوق بالسلوفان وخليتهم باتوا في دوك البروشيط هكاك مقادين مصاوبين. درتهم مع الفلفله الغطليه، طيبتهم. عرفتي البنات جاو فتيين وزوينين بزاف، ودغيا كيطيبوا ما كياخذوش الوقت في الطياب، جاو رائعين بزاف. انا خليتهم ليله كامله ولكن يكونوا مغطين بالسلوفان. هانتوما كما كتشوفوا هنايا بعد ما دازت ساعه عمرتهم في البروشيط. ودرت تندير قريضه ديال لادند، وكندير فليفله صفراء هنايا مع الضو ما بانتش مزيان. اللون ديال الفلفله كندير فلفله حمراء، فلفله صفراء، فلفله خضراء، وكنخلط كنوع بيناتهم، كيجي منظر زوين وكيجي حتى المذاق رائع. وهنايا بالنسبه للتتبيله ديال الكفته حتى هي ساهله، يعني تتبيله عاديه، غير قلت لكم بغيت نصور معكم وصافي. واخا الخضره حتى هي ما صورتهاش معكم لانه داركني الوقت بزاف، يعني مشى عليا الحال وعرفتوا مع الناس جاو يعني ما بقاش ليا الوقت فين نصور مزيان البنات. كنعتذر حتى الفيديو اخر ونشارك معكم التتبيله ديال الخضره والكروفيت وداكشي الاخر. هنايا كيف ما شفتوا عندي الكفته في اناء، درت عليها القزبر والمعنوس، ما كنديرش عليها البصله، ودرت عليها شويه القزبر اليابس وشويه الكمون، شويه التحميره، شويه الخرقوم، شويه البزار كيف ما كتشوفوا.
يعني كندير ثاني التوابل كاملين التحميره الا سكينجبير هو اللي ما كنديرش حتى القزبوليه، بس كنديرو فيها كيعطيها واحد البنه زوينه صافي. وكندير في الاخر الزيت العود والزيت النباتيه كنخلطهم كيف العاده وكنديرهم صافي. وكنعجنها. الا بغيتو نتوما تضيفوا البصله كتضيفوها، انا هنا حتى الثومه ما درتهاش صافي. كنكتفي غير بهذا القوام هذا يعني بسيط. ممكن تضيفوا التوابل ديال المشاوي الكفته اولا كيجيو حتى هما كيعطيو مذاق زوين صافي. كنضيف شويه الملح في الاخر وكندير الزيت وكنعاود نخلط بيديا كنعجنها مزيان حتى هي كنخليها واحد ساعه المكانه. ومن بعد حتى هي كنهزها كنديرها في البروشيط ديالها وكنخليها. بغيتو تبي انا هنايا هذه ما بيتها يعني هكاك حتى لغد ليه قربت نطيبها عاد درتها في البروشيط لانه هي دغيا يعني كتحل لينا من دوك البروشيط ما كتبقاش صاينه بحال لدان. يعني انا خليتها حتى قربت نطيبها عاد درتها فيهم صافي. كنغطيها دابا ونخليها تشرب ديك اللقامه ديالها مزيان. وهنايا البنات غادي ندوزو نصاوبو واحد البريوات بلاصوص بلونش كيجيو فنين مذاقهم واعر. هاد المره درتهم ساهلين. هنايا في مقله كنضيف لي شامبينيون الفطر وكنغسلو وكنقطعو رقيق وكنديرو في المقله. كندير معاه واحد 2 طوماط كبار محكوكين وكندير البزار ومليحه وكنمشي كنشحرهم مزيان في المقله كيف ما غادي تشوفوا معايا دابا. تبعوا معايا المراحل. عندي تما لادانت اولا عفوا صدر تاع الدجاج اللي عندي انايا هنايا كيف ما كتشوفوا المقله. بعد ما قليت هذاك الثومه مع الفطر مزيان كنقليوهم باش كتطلق لي ديك الثومه البنه ديالها مع الزيت البلديه والزيت النباتيه في نفس الوقت. كنضيف عليهم هنايا داك الصدر ديال الدجاج مقطع رقيق كنضيفو عليهم وكنبدا كنشحر واحد شويه صافي. من بعد كنزيد عليهم واحد شويه ديال الملحه ما نكترش لانه عندي الفرماج كيكون مالح. كنزيد واحد شويه ديال الملحه وكندير واحد شويه البزار وشويه ديال سكينجبير وكندير واحد كنوره تاع الدجاج. كيجيو بنانين البنات. هانتوما كيف ما كتشوفوا عندي هنايا 2 معالق ديال البزار اولا معلقه يعني على حسب الذوق ديالكم. وكندير هنايا واحد 2 معالق ديال سكينجبير كيعطينا حتى هو نكهه زوينه في الدجاج. وكنضيف هنايا كيف ما قلت لكم واحد نص كنوره ديال الدجاج كتعطي مذاق واعر صافي. كنديرها حتى هي وكنبدا كنحرك مزيان. هذه هي التتبيله اللي كنكتفي بها فقط. نبدا تنحرك مزيان صافي. وهنايا البنات كنضيف واحد شويه ديال الزيتون مقطع دواور اختياري وممكن تضيفوا حتى البصله في الاول تشحروها مع الفطر كتجي زوينه. انا ما درتهاش صافي. كندير داك الزيتون وكنشحر غير شويه بالخف وكناخذ هنايا واحد 2 كيريات كنقطعهم كنديرهم بيديا هكا مربعات باش كتعطينا داك كريمي. داك المرق تيولي كريمي تيجي المذاق ديال كيري زوين. وهنايا بقى ليا واحد شويه ديال الكريمه من واحد الحلوه تقريبا واحد الكاس ولا نص كاس
كنديرو عليها بحال هكا كما كتشوفوا، وكنخليها كتبخ حتى كتعقد مزيان وكتولي مدمعه، يعني كتولي عاقده وخاسره مزيان. صافي من بعد كنطفي وكتجي واعره، خليط زوين بلا صوص بلونش اولا بالقشده الطريه. هنايا البنات هاد الكريمه اللي درت راه مسوسه، يعني كريمه ديال العبار، كريمه زوينه. كنديرها كنستعملها في الحلويات، كندير عليها سنيده، وبحال هكا في الحاجه المالحه كنديرها وكنضيف الملحه كتجي زوينه. وهنا في الاخير كناخذ الفرماج احمر اولا موتزاريلا اللي يعجبكم، وكنحكو في الاخير مزيان حتى هو كما كتشوفوا. صافي وكنعاود نخلط وكنخلي الخليط، كنجهد عليه البوطه، كنخليه حتى كيتعلق. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيبدا كينشاف هنايا مزيان. صافي كنطفي عليه ونخليه حتى كيبرد، وكندوز نصاوب البريوات. هنايا كيف ما قلت لكم هنايا الليل صراحه عييت، يعني البريوات راه كلشي عارف كيفاش يطويهم اولا السيجار اللي عجبكم نتوما تستعملوه. وهنايا واحد شلاضه ديال الفلفله والدنجال كتجي فوق من رائعه بزاف، كتجي زوينه. هنايا في الطاوه كناخذ الزيت، كندهن داك الدنجال مزيان بالزيت النباتيه والفلفله، وكندير عليه الملحه وندخلو الفران حتى كيتشوى. صافي من بعد كندير عليه التوابل ديالو. غادي نشاركو معكم ان شاء الله شي نهار، قلت لكم ما بقاش ليا الوقت، جاو الناس يعني ودركني الوقت، خصني نحط الغدا، ما شاركتش معكم دوك لي ديطاي. ها هو الطبق كيفاش جا، ونتمنى يعجبكم وبالصحه والراحه. درت لكم